عالم العروض والخصومات. لو انت واقف في محل ولقيت فيه جزء مكتوب عليه خصم 70%، عينك هتروح بشكل تلقائي على المكان ده وتروح تدور. يمكن تطلع بحاجة انت ما كنتش بتفكر تشتريها اصلا، بس دماغك حست انها صفقة ما تتعوضش. نفس الفكرة لو بتشتري حاجة اونلاين ولقيت مكتوب العرض ده ينتهي في خلال 24 ساعة وعامل كده كاونت داون، غالبا هتشتري حتى لو العرض ده بيتجدد كل يوم، أو يقول لك متبقي قطعتين فقط من المنتج ده، أو إن في 5 أشخاص بيشاهدوا المنتج ده الآن، برضه غالبا هتفكر تشتري. عشان الشركات هنا بتلعب على حاجة اسمها الندرة المصطنعة أو الخوف من ضياع الفرصة. أحيانا وأنت في السوبر ماركت تلاقي عرض يقول لك قطعة واحدة بس لكل عميل، بتحس إن الحاجة دي مطلوبة جدا وإنك لازم تلحق قبل ما تخلص، ودماغك تقول لك روح اشتري بسرعة من غير تفكير. حاجة كمان اسمها الخصم المشروط، خصم 20% لو اشتريت 3 قطع، هتفكر تشتري عشان تستفيد بالخصم. ممكن يقول لك اشتري وخد مفاجأة وانت خارج بفاتورة الشراء. الفضول هنا هيدفعك انك تشتري حتى لو مش عارف ايه هي المفاجأة. شركات كتير بتلعب على حتة النظرة المصطنعة زي في المولات كده لما يقول لك دي آخر قطعة أو إن ده عرض اليوم الواحد. الهدايا المجانية، اشتري واحد وخد التاني مجانا، أو مثلا عرض 2 شامبو وعليهم بلسم هدية، فأنت تشتري وأنت ممكن تكون مش بتستخدم البلسم أساسا. الفري سامبلز أو العينات المجانية أو التذوق المجاني، تلاقي حد في السوبر ماركت يقول لك اتفضل دوق المنتج بتاعنا. عايز أقول لك إن مفيش حاجة ببلاش، ده علم. لما بتاخد عينة مجانية دماغك بتقول لك أنت كده مدين للمكان ده، وغالبا بتشتري حتى لو ما كنتش ناوي.